بسم الله نقيم بيت الرسول. في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله. رسول الله يحمل على كاهله الأحجار، ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل. يعلمنا أن العمل عبادة. في 53. وكم عمرك أنت؟ بإرادة الله تم بناؤه. كيف ندعو إلى الصلاة؟ صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين. إن وافق رسول الله. وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال. أنا؟ لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
يا إخوة الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين. فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله. لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي ردائي. اقرأ هذه: محمد ينصب نفسه سلطانا. كيف حال ولدي عندكم؟ فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟ ستحرق البيت كله إن لم تقطع. إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء الإسلامي فوق الولاء للقبيلة والعشيرة. ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة. لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم. انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقا. لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقها. قالها قرآنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته. اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا. هذا يكفي، سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبنائهم وبناتهم ملك لنا. أيها المهاجرون، اسمعوا أخبارا من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟ هل أسمع شيئا عن القتال؟ وهل لديكم حل آخر؟ والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله. لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم. اذهبوا إلى أعمالكم. نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم. هؤلاء الذين بغوا علينا أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك
ولن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف